هنتكلم النهاردة عن مشاكل بيت العيلة. مشاكل بيت العيلة بتبقى صعبة قوي، فلازم النهاردة ان احنا نتكلم ونعرفك ايه اللي بيحصل، علشان بعد كده لما تيجي تتجوزي في بيت العيلة تكوني جاهزة وعارفة ان ممكن يحصلك مشاكل صعبة زي دي واكتر. فانت لازم تكوني داخلة وعارفة ان بيت العيلة كله مشاكل. كان في 2 اخوات رجالة متجوزين في بيت واحد، في بيت عيلة طبعا، ومع والدته ومع اخواته البنات وكده. وبعدين فيهم واحد بيخلف وواحد ما بيخلفش، فاللي بيخلف عنده 4 ولاد، لكن اللي ما بيخلفش طبعا ما عندوش ولاد خالص. فجه الاخ اللي بيخلف تعب وتوفى. فلما توفى اخوه قال ايه، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هسيب ولاد اخويا لواحد غريب يدخل عليهم، ولا اسيب مرات اخويا تطلع من بيت العيله وتاخد ورثهم وتروح تجيب واحد غريب يدخل على ولاد اخويا؟ لا، ما ينفعش، انا لازم اتجوز مرات اخويا واخد ولادي تحت باطي كده، واقوم جاي ايه، الورث بتاعه يفضل عندي وما هي ما تطلعش بره. فراح قال لمرات اخوه انا عايزه اتجوزك، بس هجوزك بعد شهور العده، لان مش هينفع ان انا اسيب ولادي يطلعوا من بيتي ولا انهم يروحوا الراجل غريب. فهي فرحت قوي، بان عليها الفرحه، وبقت تلبس وتوضب وتجهز روحها، والناس ملاحظه ان هي بقت ايه، احلوت عن الاول وكده، لانها طبعا خلاص يعتبر خطبها، وبان عليها الاهتمام بنفسها قوي لانها كده تعتبر مخطوبه. فقعدت مع جارتها وقعدت تتكلم معاها، فقالت لها ده سيلفي عايز يتجوزني، وقال لي انا هتجوزك بعد شهور العده. فطبعا جارتها خدت الكلام منها وقامت رايحه قايله لمرات سلفها، قالت لها جوزك هيتجوز سلفتك اللي جوزها مات، علشان تبقي عارفه ومجهزه نفسك ومجهزه روحك ان جوزك هيتجوز عليكي. طبعا الغيره ملت قلب مراته، وقالت لازم اطفشها من البيت قبل ما تاخد جوزي مني. فبقت تعمل معاها مشاكل كتيره قوي في البيت، كل يوم مشاكل كل يوم مشاكل. وبرضه هي مسابتش البيت ومشت، لان طبعا هي عامله حسابها ان هي هتتجوز، والتانية عايزه تطفشها ومش هتطفش، وولادها موجودين في البيت وحياتها كلها كانت موجوده في بيت العيله ده. ولما لقيتها ما سابتش البيت، قامت رايحه لواحد بتوع الاعمال وقامت عامله لها عمل اسود من اللي بيعملوه بتوع الدجالين، وقالت لازم اطفشها من البيت، وادت له فلوس كتيره قوي، وقالت له اللي انت عايزه خده، المهم ان هي تطلع من البيت. قام عامل لها ورق من اللي هما بيعملوه وحاجات من اللي هي بتعملها الاعمال، وقامت واخده العمل وقامت ايه، حطاه في قلب المرتبه بتاعه السرير، وعامله لها كمان عمل وحطاه في قلب العمود بتاع السرير، لان السرير كان ايه حديد، فهي عملته لها في قلب العمود بتاع السرير. فجت بقى الست اللي جوزها توفى ديت، كل لما تنام على السرير تصرخ وتقول في نار في السرير، في ولعه في السرير مش طايقه، وتصرخ على اخرها. وطبعا ما حدش مصدقها، لان طبعا ده السرير ده بتنام عليه طول عمرها، وطول عمرها قاعده في البيت ما فيهوش اي حاجه. كل يوم تصرخ، كل يوم تزعق، كل يوم تعمل. فبقت تجري في الشارع وتصرخ وتجري في الشارع وتقلع هدومها وتجري. المهم لما اهلها لقوها اتبهدلت خالص في البيت، وبقوا يودوها للدكاتره ومفيش حاجه، وبعدين يدوروا عليها مفيش حاجه، مش عارفين يعملوا لها ايه. اخواتها قالوا لازم نطلعها من البيت وناخدها في بيتنا وناخد اختنا عندنا، ومالوش مشاكل اكتر من كده. سلفها مرضاش طلع ولاد اخوه من البيت، طبعا لهم ورث في البيت، فمرضاش ابدا، وقال لهم عايزين تاخدوا اختكم خدوها، لكن ولادنا مش هيطلعوا من بيتنا ويفضلوا عندنا على طول. فاخواتها خدوها واخوها خدها وقعدها عنده في بيته، وكل ما تيجي تنام في الاوضه وخد عفشها معاه، وكل ما تيجي تنام على السرير تصرخ وتقول في نار في السرير مش عارفه انام، وتصرخ جامد ومبهدله الدنيا. وطبعا فرجت عليه الناس في الجيران. فجه قال خلاص انا هروح انام في اوضتها انا ومراتي. قال لها تعالي انت نامي في الاوضه بتاعتي، وانا هاخد مراتي وانام في الاوضه بتاعتك، ونشوف ايه النار اللي انت بتقولي عليها دي. ويلا، وقام جاي مبدل الاوض ونايم اخته مكانه، وراح هو مكان اخته ومراته. جه طول الليل ينام مش عارف ينام، في نار في السرير ولا مراته عارفه تنام، ويقولوا في نار وفي ولع ومش عارفين يناموا. فصدق اخته ان في حاجه مش مظبوطه في قلب السرير ده، لان هم جم يناموا لقوه جسمهم مولع نار ومش عارفين يناموا طول الليل. قاموا الصبح خدوا المرتبه بتاعه السرير وقاموا رامينها في قلب الترعه، عشان لو فيها عمل فيها حاجه وحشه تروح مع الميه. وبعدين بيفكوا السرير بيلموه، بيبصوا في قلب السرير لقوا ايه، ورقه مليانه اعمال واعمال سحر في قلب ايد السرير. قاموا واخدينها ورامينها في قلب الترعه برضو في قلب الميه، عشان اذا كان فيها عمل يفك وكده. فبعد كده هي فضلت فتره طويله، وبقت تروح المستشفى، وراحت مستشفى الامراض العقليه، وبقت تاخد علاج نفسي، وبقت ايه، اتبهدلت خالص 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 سنين بسبب الاعمال. ومن كتر ما كانت بتاخد جلسات كهرباء على دماغها وادويه مهدئه وعلاج نفسي، دماغها تعبت والمخ عندها تعب من كتر الادويه، لان طبعا الادويه دي بتلخبط المخ خالص. ففضلت فتره طويله تعبانه، وبقت تجري في الشارع وتصرخ ومش مش قادرين عليها، وبقت حالتها وحشه جدا، وحياتها كانت كل يوم بتسوء
لحد مع مرور الوقت مع الادويه اللي بتاخدها والعلاج، وبقوا يودوها لدكاتره وكده، وبقت تروح المستشفى تقعد فيها فتره وتطلع وتروح وتطلع. اعصابها بدات تهدى وبدات تروق وبدات تبقى كويسه، بس بعد سنين بهدله، وكانوا بيلفوا على الشيوخ علشان يفكوا لها الاعمال اللي كانت معموله دي. وهي دي اضرار بيت العيله واضرار السلاف مع بعض البيت العيله في الفلاحين. لو عجبتك القصه بتاعتنا النهارده وعايز تعرفي قصص كتيره اللي بتحصل في بيوت العيله، اعملي متابعه للقناه ولايك للفيديو، ولازم تعملي متابعه ولايك علشان يجيلك كل جديد وتعرفي كل المشاكل اللي بتحصل في بيوت العيله بتبقى شكلها ايه، لان طبعا في بنات كتير ما يعرفوش المشاكل دي شكلها ايه. يلا اعملي بقى لايك واعملي متابعه للقناه.